نفرهرو. أي وقت وفي أي مكان هتحفر في الأقصر لازم هتلاقي كنوز وحضارة وتاريخ. سنة 1989 أثناء قيام العمال بتسوية الأرض في فناء معبد الأقصر لقوا حجر من الجرانيت الأحمر. لما حفروا شوية حواليه تبين إنه قاعدة تمثال، فجابوا لجنة واستمروا في الحفر. وكانت المفاجأة مش اكتشفوا تمثال بقى، لأ، اكتشفوا ما يقرب من 15 قطعة أثرية مدفونة في الرمل. الجميل بقى إن بعض هذه التماثيل تماثيل نادرة، وكمان حالة الحفظ بتاعتها جيدة جدا. من أهم التماثيل دي تمثال رائع من الجرانيت الأسود بيمثل الملك حور إمحب وهو راكع أمام الإله أتوم أسرة 18. وكمان في تمثال للإلهة الكبرى وتمثال للإلهة حتحور وتماثيل أخرى أمنحتب الثالث رمسيس الثاني. في وقتها قاموا بإضافة صالة جديدة مخصوص في متحف الأقصر لعرض هذه الروائح، وهي حتى الآن موجودة هناك.